الا وهو مجموعه الاوامر اللي انا بدخلها في المكنه واقول لها اتحركي في الفراغ بالطريقه دي، خدي اتجاه الاكس قيمه، خدي اتجاه الواي قيمه، انزلي بالزد قيمه. فدي خاصه بالمحاور والحركه بتاعه المكنه اللي هي الحركه اللي بترسم معايا. وفي حاجه اسمها الام كود. الام كود اللي هو الماشين كود، اللي هو بيعمل حاجات معينه، يقول للمكنه ايه، شغلي تبريد لو هي فيها تبريد، شغلي الفاكيوم، مجموعه الاوامر الخاصه بتشغيل جوه المكنه. طيب، في حاجه اسمها التي، في حاجه اسمها الاف. الكلام ده كله ان شاء الله باذن الله هنعرفه قدام، هنعرف يعني ايه جي كود، اشهر اوامر فيه، معناه ايه بصوره تفصيليه، بحيث ان احنا نبقى واعيين وعارفين نقرا الاكواد دي كويس. ابتدى العلماء يطوروا في اجهزه الكمبيوتر، فابتدت اجهزه الكمبيوتر تاخد شكل تاني، فابتدى يبقى فيه ويندوز، ابتدى الويندوز ده يتطور. فلما الويندوز ابتدى يتطور فالمصنعين قالوا طب ما احنا نوفر على نفسنا ان احنا نعمل بيئه تعامل ونبتدي نعمل برامج باللغات اللي هي المتوفره ساعتها. طبعا كان في فيجوال بيزك وبيزك وسي بلس بلس، ودلوقتي في بايثون، في دلوقتي في دلوقتي لغات برمجه رهيبه يعني، بتعمل انترفيسز رائعه اكتر من رائعه، بحيث ان اللي يقف على المكنه دي مش شرط يبقى عارف الجي كود، مش شرط يبقى عارف مجموعه الاوامر دي. بس خلي بالك انت مهم تبقى فاهمها، مش شرط تبقى متمكن منها، بس تبقى فاهم معناها ايه. الاوامر دي لما ابتدوا يعملوا الواجهه، الانترفيس، انك انت تروح كليك تختار البونطه، كليك تختار الخط شكله ايه، كل الاوامر دي ابتدت تسهل على الناس ان اي حد يفهم البرمجه دي ازاي ويتعلم تريكاتها، يبقى شاطر على المكنه. البرامج دي ليها مسمى، المسمى بتاعها اسمه كاد كام سيستمز. يعني ايه؟ الكاد هو اختصار لكلمه كمبيوتر ايدد ديزاين، اي التصميم بمساعده اجهزه كمبيوتر. دي طبعا معظم المهندسين ومعظم الناس اللي بتتعامل مع الرسومات فاهمه يعني ايه الرسم، وانها ازاي تعمل رسم على جهاز الكمبيوتر. ومهم جدا ليك كاوبريتور، حتى لو انت مش هتستعمل الاوتوكاد، تعرف ازاي تتعامل مع الرسمه، تبقى فاهم الرسمه، تبقى عارف اذا كانت الرسمه دي هتنفع على المكنه ولا لا، ابعاد الرسمه دي مظبوطه على المكنه ولا لا، عشان ما تجيش تشتغل شغلانه تبوظ المكنه او تبوظ الشغله، المسؤوليه ترجع على مين؟ على حضرتك طبعا. دي نقطه. مجموعه الاوامر الرسميه اللي هي الرسومات دي بتبتدي تترجم جوه المكنه لمجموعه اوامر تانية اللي هي بنسميها الجي كود. والكام معناها كمبيوتر ايدد مانيفاكتشرنج، معناها ان انا بمساعده الكمبيوتر ببتدي عمليات التصنيع، ببتدي اطلع الرسمه اللي قصادي دي لمنتج نهائي. ولك ان تتخيل كم المتعه اللي عند الاوبريتور لما بيحول حاجه من خيال لواقع. دي على فكره متعه خطيره، ومعظم الناس اللي بتفهم المكن بتحب المكنه قوي من وراها. طيب، عملنا الرسمه، اشتغلنا على المكنه، طلعت الرسمه باحلى ما يمكن. ده معناها ان انت راجل حريص على شغلك، ده معناها ان انت راجل فاهم كويس قوي في الشغلانه بتاعتك. بجانب ده وبجانب الرسمه، انت محتاج تختار بونطه، محتاج تختار سرعه، محتاج تختار ار بي ام.